تعالي بقى لما اقولك ازاي تعملي الجبنه القريش في البيت. في الاول خالص كده بنجيب طاجن فخار وبندخله الفرن كده حوالي 5 دقايق لحد ما يبقى دافي معايا. هنحط بقى فيه كده 2 كيلو ونص من اللبن. بعد كده هنغطي بقى عليه بورق فويل وهنكون مولعين الفرن 5 دقايق مطفيين على الفرن. وهندخل بقى الطاجن ده لمده يوم كامل. خدوا بالكم النار بتبقى مطفيه. وبعد يوم فتحنا على الطاجن لقيناه ما شاء الله تماسك معانا. هندخله برده التلاجة حوالي 6 ساعات. بعد كده بقى بنخرجه نطلع منه القشطه. ما شاء الله عملت معايا حوالي 600 جرام من القشطه. اما بقى بقيت كميه الجبنه هنجيب مصفى نحط عليها كده شاش يكون نضيف. وهنبدا كده نحط الجبنه وهنغطي عليها ونحط عليها اي تقل لحد ما تصفي كل كميه السوائل اللي موجوده عندنا. هناخد بقى الجبنه دي نحطها كده ونلفها في ورق زبده. بعد كده بقى ايه هنجيب شوكه ونعمل فيها نفس الاشكال بتاعه الحصيره. وهنا كمان هنوزع على الجبنه شويه كده من الملح ونسيبهم حوالي ساعتين لحد ما الجبنه تتماسك معانا. ويلا قدموها بألف هنا وشفا.